السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ طلبتوا مني في الفيديوهات اللي كنت منزلاها عن الريف العربي والنايل اكوا بارك ان انا اعمل مقارنه وانهي الاحسن، والناس اللي محتاره تروح ده ولا ده، فانا عملت مقارنه سريعه كده ويا رب كده اكون افدتكم. وانا دمجت لكم هنا الفيديوهين مع بعض، يعني في لقطات هتلاقوها من الريف العربي اللي هو فرع شبرمنت، ولقطات هتلاقوها من النايل اكوا بارك اللي في البدرشين. اللي عايز يعرف المكانين بالظبط وشكلهم ايه والتفاصيل يرجع للفيديوهات اللي موجوده على القناه، وهسيب لكم اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف. هتقدروا ان انتوا تشوفوا المكان بالتفصيل وشكله ايه وحمامات السباحه شكلها ايه. ولكن هنا دمجت الفيديوهين وهقول لهم كده، ممكن اقول لكم ده فين وده فين، بس عشان ايه ما تملوش وانتوا بتشوفوا معايا الفيديو يعني. هنبدأ بقى كده المميزات والعيوب وكل حاجة اقول لكم بالتفصيل. الفيديو هنا دي اللي قدامكم قرية الريف العربي. الريف العربي بتحجزي عن طريق بتجيبي صفحتهم من على الفيس، وتبدأي ان انت ارقام التليفونات بتتواصلي معاهم وبتدفعي ديبوزيت او مقدم، يعني اي مبلغ تأكيد للحجز على فوري. ولما بتروحي المكان بتروحي بتكملي باقي المبلغ. طبعا الاطفال لحد سن 4 سنوات وللكبار، والمكان عائلي ما بينفعش فيه يعني ايه مجموعة شباب لوحدها بنات لوحدها، اي مكان عائلي. طبعا بتروحي بدري، كل ما بتروحي بدري يعني هو المكان بيفتح من الساعة 9، ما بتروحي بدري من قبل كده بتقدري ان انت تقعدي وتاخدي اماكن بتكون فاضية. طبعا في المكانين نفس الكلام، يعني كل ما بتروحي بدري بتختاري المكان اللي انت عايزة تقعدي فيه. طبعا بيروح معاكي واحد كده اول ما بتدخلي من المكان، بيبقى ماشي معاكي بيعرفك انت عايزة تقعدي فين، المكان اللي انت حابة تقعدي فيه بتقعدي، سواء جنب بيسين الاطفال او الكبار. بالمناسبة المكان عبارة عن 5 حمامات سباحة، 2 للاطفال وواحد للاقوى وواحد للسيدات، وواحد حمام كبير مشترك بين السيدات والرجال. وحمام السيدات مكشوف بس ممنوع نزول اي راجل، هو بنات بس. وطبعا اللي بيبقى جاي معاكي وبتقعدي بياخد منك ميعاد اللي انت عايزه ينزل لك الفطار فيه. بالمناسبه التذكره شامله الوجبه، ده اجباري لازم. والسعر دلوقتي يعني مختلف، ممكن يكون معدي 300 او كده. انا مش عارفه الاسعار دلوقتي لان انا السنه دي لسه ما روحتش، لكن قريب انا رايحه اللي هو نايل اكوا بارك، لان في يوم مخصص للسيدات بس، وده المفاجاه وهقول لكم عليها. ده بقى هنا النايل اكوا بارك اللي هو في البدرشين. برضو نفس الكلام، بتجيبي صفحته من على الفيس، بتاخدي ارقام تليفوناتهم وبيتواصل معاكي. بنات ما شاء الله عليهم بيستقبلوكي هنا، ما بتدفعيش حجز ولا اي حاجه. بيستقبلوكي وبيتابعوا معاكي تاخرتي ليه، قدامك قد ايه، يعني بيتابعوا معاكي قوي الصبح. ونفس المكان اول حاجه لازم اما تيجي بدري بتختاري المكان بتكون فاضيه والترابيزات فاضيه، بتختاري المكان اللي انت حباه. وبرده نفس الكلام، هو عباره عن 5 حمامات سباحه برده، 2 اطفال، وده اللي قدامكم ده حمام مشترك سيدات ورجاله واطفال، وده حمام الاطفال. وفي حمام للاكوا بارك ده ما بينزلش فيه حد، يعني تنزلي من الاكوا تزحلقي وتطلعي، عكس الريف العربي بتقعدي عادي ممكن يعوموا في الاكوا. وانا شايفه ان ده فيه خطوره علشان اللي بيبقى نازل من الاكوا ممكن يخبط، ممكن في حاجات بتحصل زي كده يعني. فدي الاكوا بتاعتهم بالمناسبه عاليه كمان قوي عن بتاعه الريف العربي ده. وفي حمام للسيدات، حمام السيدات الميزه هنا ده بقى من ضمن الميزات، ان حمام السيدات في النايل اكوا بارك مغطى، صاله مغطاه بباب، واحده ست اللي واقفه على حمام السباحه. ما فيش دخول اطفال حتى لسن 5 6 سنين، ممنوع يدخل ولد. وفي مكان جوه حمامات وتغيير ملابس جوه الصاله المغطاه بتاع السيدات. وده ميزه انا ما شفتهاش غير في النايل اكوا بارك، وده حلو قوي. تذكره هنا حفلات الباندا والغوريلا موجوده في الاثنين، والباند وكده موحد بين الاثنين. بس دي في الريف العربي المكان بيبقى مكشوف، كل حمامات السباحة القاعدة مكشوفة، تقدري تشوفي الحفلة والمسرح من جميع الأماكن. دي الوجبة اللي بتكون في النايل أكوا بارك.
الوجبة عبارة عن فطير وجبنة أو جبنة نستو وعسل زي ما انت شايفة ومربى. دي الوجبة الفطار الأساسية. وكمان وجبة الغداء بتكون اختياري زي ما انت عايزة. بتكون عبارة عن ربع فرخة، كفتة. يعني بتختاري الغدا متنوع. تذكرة إذا كانت انتي اهي في 3 وجبات، يعني حوالي 4 كفتة وسلطة وطحينة ورز بسمتي، وبرده ربع فرخة وقطعة كفتة وسلطة ومخلل ورز وطحينة، أو قطعتين فراخ صغيرين وكفتة وكده. وجبات الأطفال موحدة اللي هي حواوشي أو بيتزا صغيرة أو برجر. دي في النايل أكوا بارك. لو انتي داخله التذكره بالوجبه، الميزه في النايل اكوا بارك ان انتي ممكن تقطعي تذكره بدون الوجبه، ودي سعرها حاليا 180 جنيه بدون الوجبه. بتدخلي وممكن مسموح ليكي تاخدي سناكس عصير تدخلي معاكي يعني. وكمان الاكل سندوتشات، بانيه، برجر، زي ما انت عايزه. السندوتشات بتجيبي اكلك معاكي. طبعا يعني الاكل اللي هو المتاح للاماكن العامه يعني. دي الاكوا بارك اللي هي في البدرشين. تمام. النايل اكوا بارك مفيش حاجه يعني زي كده ان انتي مره انا رحت مرتين. مره كانوا مش مسموح خالص بالسناك ولا اي حاجه، ولا عصاير ولا اي حاجه تجيبيها من بره. ولكن مره تانية كان مسموح في الدخول الحاجات دي عادي، لكن الاكل لا، ممنوع اي اكل بيصدروه منكم بره. نيجي بقى ليه كمان الجزئيه اللي هي الباند والموسيقى وكده. في النايل اكوا بارك ممكن ان انتي تقعدي بعيد عن الموسيقى، بعيد شوية، في اماكن خلفية عند الاكوا بارك وحمام الاطفال وحمام السيدات. مش بتبقي شايفة المسرح، مش سامعة الموسيقى قوي للناس اللي هي بتصدع من الدوشة او الموسيقى، عايزة تقعد اهدى شوية. لكن في الريف العربي المسرح مكشوف من جميع الاماكن تقعدي فيها، تبقي شايفة المسرح وشايفة الحفلات والموسيقى سمعاها في جميع الانحاء. الريف العربي فيه ميزة ان انت في ملاهي، في جمل، في خيل، في يعني دي تقدري ان انت بيديكي بريك كده في النص، تقدري ان انت يعني تاخدي اي حاجة، عصاير، كلها اسعار زي بره، مفيش اي حاجة، مش غالية يعني، مش واو. برضو في ملاهي وكده في النايل اكوا بارك، بس بتطلعي بره المكان شوية، مكان تاني منفصل. وفي برضو ملاهي ويعني حلو قوي برضو يعني. المكانين مميزاتهم، في مميزات وفيهم عيوب. اللي حابب يروح حاجة بيروحها. انا مش هفضل حاجة عن حاجة لاني روحت الاتنين وبحبهم، وكل مكان ليه يعني طبعه ليه يعني. كمان الحمامات والنظافة، سواء البسين بيوقفوا بريك وينظفوا حمامات السباحة في اليوم. كمان التواليت WC في حد قائم في المكانين زي بعض، برضو بينظف الحمام باستمرار. النظافة موجودة في أماكن تغيير ملابس. في النايل اكوا بارك في اماكن تغيير ملابس بستاره كده وتغيري. في الريف العربي لا، مفيش، هو حمام WC بس التويلت، لكن نضيف جدا. في اماكن للصلاة في الاتنين موجود، في اماكن سناكس، عصير، اي حاجة موجود. فبصراحة المكان جميل جدا، المكانين حلوين. هنزل لكم قريب تصوير كده وللمكان اللي هو في البدرشين، لاني انا رايحه يوم هيكون مخصص للسيدات، وده عاملينه هيكون يوم التلات اللي جاي، اللي هو هيبقى كام 8. انا مش عارفه الفيديو ده هينزل لكم امتى، محتمل يوم انزله لكم مثلا الحد او الاثنين. فهيبقى يوم التلات يوم للسيدات فقط. الحمامات السباحه هيكون فيها سيدات بس، البند والموسيقى سيدات. هصور لكم كده ونشوف الاجواء هتبقى عامله ازاي. فهيبقى يوم لذيذ. انا حبيت الموضوع ده، وده حسيته ميزه ان هيبقى كله بنات بس. وممنوع دخول الاطفال لحد سن 7 سنوات. 7 سنوات متاح يدخل، لكن غير كده ممنوع دخول ولد يكون فوق ال7 سنوات. والتذكرة هتكون 180 جنيه بدون الوجبة. يعني احنا اللي هناخد الاكل، تقدري بقى تاخدي سندوتشات، بانيه، كفتة،
سندوتشات كبدة، السندوتشات العادية، الجبنة والحاجات دي، العصاير، كيكة، مشروبات، ده عادي متاح وبندخل بالكولمن، فالجو حلو يعني. فهصور لكم برضو هتشوفوا الدنيا والمميزات ايه وكده. اتمنى ان انا اسمع رايكم في التعليقات، يا رب اكون كده قدرت افيدكم في الفيديو، وقدرت ان انا يعني تعرفوا كده المميزات والعيوب بين المكانين. اتمنى برضه اسمع رايكم في التعليقات. ما تنسوش تشتركوا في القناه وادفعوا على زر الجرس عشان كل الفيديوهات الجديده توصل لكم. بحبكم في الله، احلى اخوات في الدنيا. باي باي.